كل يوم يخترع لك فيلم، كل يوم يعمل لك حكايه، هيموت ويلعب دوري ابطال، مش مصدق ان هو هيلعب كونفدراليه، بيدور على اي حاجه، عايز ياخد حق مش حقه. طب خلي عندكم روح رياضيه، طب خليكوا فير بلاي، اطلع قول لا انا ما اخدش حق اخويا ابدا، هو حق يشارك دوري ابطال السنه دي وانا ما اخدش حقه ابدا، وانا مش هشارك مكانه. ده الكلام ده اصلا لو حصل وان الزمالك ما خدش الرخصه، بس باذن الله بعينيكم الزمالك هياخد الرخصه. كل يوم حكايه جديده. النهارده بقى طلع علينا خبير اللوائح شاكر الشكايره، ولا اسمه عامر العمايره، اسف، ولا اسمه ايه؟ قال لك ايه بقى؟ قال لك 2 ايقاف قيد جديد للزمالك وايقاف قيد اجباري. يعني ايه اجباري يا عم الحاج؟ قال لك يعني حتى لو دفعت تدفع ويفضل موقوف عنك القيد برضك. طب ازاي يا عم الحاج؟ عمرها ما حصلت في تاريخ الفيفا ولا في تاريخ العقوبات. طب دي حاجه جديده؟ قال لك ده عقوبه ليكم عشان عندكم مشاكل كتير. يا عم ليه فلوس ياخدها، انما مفيش حاجه اسمها اجباري. المهم عمال يخترع لك كل يوم اختراع، ونفسهم الزمالك ما يدفعش، ونفسهم الزمالك ما ياخدش رخصه. بس باذن الله الزمالك يلعب دوري ابطال السنه الجايه، وباذن الله ياخد البطوله، هتبقى السادسه باذن الله. صليتوا على النبي اخواتي صلى الله عليه وسلم، مش تعمل الشير والفولو واللايك. سلام.